1380 وحدة سكنية نازلين في مبادرة بيتك في مصر. عارف ال 1380 وحدة نازلين في أي مشاريع؟ نازلين في المشاريع اللي ما يختلفش عليها ملايين من الناس المهتمة بيها. زي مشروع ايه؟ سكن مصر، دار مصر اللي بقى مش بينزل من زمان، ومشروع جنة، ومشروع ديارنا. يعني كل المشاريع فعلا المطلوبة بنسبة 100%. مش بس كده، ده نازلين فين؟ نازلين في كل المدن اللي الناس مهتمة بيها، زي القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة. الاتنين دول مهمين جدا مع العلمين والقاهرة الجديدة. كمان نازل سكن مصر اكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة واسيوط الجديدة. متنوعة بقى ما بين ديارنا وما بين سكن مصر. تعالوا النهاردة اوضح لكم حاجات مهمة جدا جدا، لان العبرة مش الطرح نزل، ولا العبرة انك مشدود ليه وعايز تقدم زي كل الناس المهتمة وعايزة تقدم فيه. انت لازم تفهم فعلا التركات اللي فيه وازاي تقدر تاخد شقة، وخاصة وانتبه ثم انتبه ان العدد 1380 وحدة في المشاريع دي تحديدا والمدن دي تحديدا، وخاصة التسليم الفوري منها عليها ضغط كبير جدا جدا. ففرصة الحصول على شقة مش هتكون سهلة، وكمان جدية الحجز اللي انت هتدفعها $5000، وعلشان تبدأ تستردها لو لا قدر الله ما حصلش نصيب هيبقى بداية تقديم طلب الاسترداد يوم 1/2/2026. هتتحاسب ازاي وازاي تحجز شقة والشروط والمواعيد وكل التفاصيل والفوائد البنكية وأسعار المتر والمساحات والمشاريع اللي عليها طلب وزتونة الطرح ده، واللي هتكون أسرع بيعا أو استثماريا او الدنيا رايحه لفين. تعالى اوضح لكم كل التريكات دي، بس انزل اعمل اللايك الجميل للحلقه ويلا بينا نبتدي الكلام في المفيد مع هاني الخميسي. السلام عليكم. خلينا بس نقول لكم عن البديل المتوفر لو ما حصلكش نصيب في الطرح ده. شغالين على مبادرة إنجاز شقة بسعر التكلفة باتحاد الملاك. خلاص الموضوع قتل بحثا، وبفضل الله عز وجل غطيناه تغطية محكمة ونفذناه بقالنا أكتر من 2 في مدينة بدر والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة، وكمان شغالين في الشيخ زايد. الموضوع جميل وصفحته موجودة على الفيسبوك، فيها توثيق كبير جدا جدا لمراحل الشغل والإنشاءات، وكمان مباني اتشطبت واتسلمت كمان. والموضوع حرفيا في توفير من 20 ل 50% عن سعر السوق حسب المدينة اللي انت هتشترك فيها، ولكن احنا حاليا شغالين في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة فقط، والتوفير فيهم فعلا من 30 ل 50% حسب قطعة الأرض جوه كل مدينة ومساحة الشقة والتميز بتاعها. يعني حضرتك داخل كسبان من أول يوم، وتقدر تستثمر وتبيع وتحرق كمان عن سعر السوق، وما تنتظرش فترة كبيرة علشان الموضوع يرتفع معاك في السعر. فالموضوع جميل جدا جدا، وفي شقة مميزة جدا جدا في الدور الثاني علوي، واجهة بحرية شرقية على شارع 32 متر، والتنفيذ فيها خلال الأسبوع ده في قطعة مميزة جدا جدا جنب شارع النوادي في الحي الرابع بيت الوطن القاهرة الجديدة. تقدر تاخد الشقة دي وتقدر تشترك معانا في اتحادات ملاك تانية جاري تكوينها بأسعار حنينة شوية في القاهرة الجديدة، وكمان الشيخ زايد باقي آخر شقة ممكن تلحقها. كل المطلوب منك ابعت لنا بس رسالة واتساب على رقم إنجاز، وفريق العمل هيرد عليك إن شاء الله ويساعدك في كل حاجة. بخصوص طرح بقى مبادرة بيتك في مصر، نازل 1380 وحدة سكنية متنوعة ما بين سكن مصر ومشروع ديارنا اللي هو هيبقى بديل سكن مصر مستقبلا، وكمان مشروع دار مصر اللي مش بينزل بقاله كتير جدا جدا، ومشروع جنة. نازلين فين؟ نازلين في أغلب المدن الجديدة اللي الناس فعلا مهتمة بيها، وعلى رأسهم العلمين الجديدة والقاهرة الجديدة، وكمان دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة و15 مايو والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة، وأكتر من مكان نازل فيه. وفي أماكن نازل فيها جنة وسكن مصر وديارنا كمان زي دمياط الجديدة، وأماكن نازل فيها سكن مصر وديارنا مع بعض زي مثلا العلمين الجديدة. تعالوا بقى نشرح لكم التفاصيل بتاعة الموضوع ده، وركزوا معايا في شوية نقاط سريعة عشان تعرفوا كراسة الشروط رايحة لفين وهتعملوا ايه. في البداية الشروط، الطرح مفتوح. الدولة كده بتستهدف ان يدخل عملة صعبة للبلد، فبالتالي الطرح مفتوح لأي حد يقدم فيه. الفرد الواحد يقدر يقدم على أكتر من شقة، الزوج والزوجة يقدروا يقدموا على أكتر من شقة، فالموضوع مفتوح. طب إزاي مفتوح وإحنا منزلين 1380 وحدة؟ فعلشان كده تركز كويس جدا واعرف قدر المنافسة اللي انت داخل فيه، وبلاش العاطفة وبلاش الحلم الوردي اللي لو انت داخل على أساس ان انت هتحول وهتاخد شقة. لا، في منافسين كتير جدا، وفي ناس معاها فلوس أضعاف مضاعفة اللي حضرتك ممكن تنافس بيه، ويقدروا يدخلوا ويعملوا محاولات كتير جدا. فخلي بالك انت من النقطة دي، لأن
لان الموضوع كويس جدا جدا، وخاصة القيمة بتاعته عليت قوي علشان عدد الوحدات قليل، فالندرة هنا هي اللي بتخلي الموضوع قيمة واقبال، وخاصة وحط 50 خط كده علشان اغلبه تسليم فوري. بل ان كمان مشروع ديارنا سمعته طالعة كويس جدا، فعليه طلب رغم انه لسه تحت الانشاء وبعد سنتين هيتسلم، ولكن عليه طلب كبير جدا، والوحدات برضو اللي نازلة فيه قليلة. ولازم طبعا تكون حضرتك مقيم بره مصر، وحتى لو جوه مصر بس ليك اقامة سارية تقدر تقدم. لازم الفلوس تيجي بالدولار من بره مصر، ما ينفعش تحولها من داخل مصر، حتى لو عندك في الحساب بالدولار وعدى عليها 60 يوم. مفيش بند في كراسة الشروط بيقول الكلام ده، يعني مش زي بيت الوطن الاراضي او الشقق، ولكن مبادرة بيتك في مصر لازم تحول 5000 دولار من بره مصر، وعليهم 50 دولار رسوم تسجيل ودراسة لا تسترد، وطبعا هتزود عليهم عمولة التحويل للبنك اللي انت هتحول منه، علشان لازم تروح الفلوس صافية، و5050 دولار جزء واحد موحد مش على دفعتين. وطبعا لازم تذكر كود الوحدة اللي انت هتحجزها ان شاء الله تعالى مع جدية الحجز اللي انت هتحولها. وطبعا عشان تحجز وحدة معاك من يوم 30/8/2025 لحد يوم 4/9 بس. حضرتك هتدخل على الموقع وتسجل اكاونت، وترفع صورة الجواز السفر بتاعتك، وكمان صورة الإقامة، ولو في شهادات ميلاد الأولاد، وحضرتك تختار واحدة وتطلع كود حجز وتحول عليها جدية الحجز 5050 دولار. طيب بقى أسعار الوحدات دي بيتراوح من كام لكام؟ سعر المتر بنسبة التميز بيتراوح من 14200. أكتوبر الجديدة تقريبا أقل مساحة أو أقل دور الأرضي بيوصل معانا لحد 21000 جنيه ويزيد شوية في أعلى المدن زي مثلا القاهرة الجديدة أو العلمين الجديدة وهكذا. وبالتالي بقى حضرتك سعر المتر في الطرح ده بيتراوح ما بين السعرين دول 14000 لحد 21000. وطبعا نزلت لك كراسة الشروط ملف PDF، وعملت لك ملف مخصص فيه متوسط المساحات ومتوسط الأسعار لكل المشاريع اللي نازلة أو كل المدن اللي نازلة، علشان تعرف كده قدامك تختار أي حاجة. موجود فين؟ موجود بقناتنا بالتليجرام، واللينك بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو أو في التعليقات. انضم ليها وخليك معانا، لأن احنا بننزل لك كل حاجة أول بأول، بنكون معاك خطوة بخطوة في تغطية الطرح، وملفات مهمة جدا وإحصائيات احنا بنعملها وملفات مهمة هتفيدك. طيب يا صديقي بقى، احنا داخلين في الطرح ده عايزين ناخد وحدة استثماريا كده، وعايزين نشوف أسرع حاجة. رقم واحد في الموضوع سكن مصر العلمين الجديدة اللي هو تسليم فوري، ومعاه بقى سكن مصر أكتوبر، وسكن مصر دمياط الجديدة، وسكن مصر المنصورة الجديدة، الحاجات اللي هي تسليم فوري. والزتونة كده بتاع الطرح اللي هتبقى تتخطف خطفة علشان مش موجود منها كتير، دار مصر مدينة بدر، ودار مصر مدينة برج العرب الجديدة. دول كده نازل فيهم عدد وحدات قليل، والكومباوندات دي ساكنة من بدري جدا ومطلوبة جدا أي شقة جوه الكومباوند ده. فلو قدرت تاخد حاجة من دول هتكون معاك فرصة استثمارية إن شاء الله كويسة جدا جدا، سواء بقى بالإيجار أو الرسيل فيما بعد. طيب مشروع ديارنا رايح لفين؟ مشروع ديارنا ممتاز جدا جدا وعليه طلب قوي جدا، لأن أول مرة ينزل من وزارة الإسكان ونزل للطرح في الداخل، وحاليا جزء بسيط في الطرح مغتربين، والسعر قريب لبعضه ما بعيدش كتير. القاهرة الجديدة عليها طلب كبير جدا من الطرح اللي فات وبعض المدن التانية، فلو انت مش مستعجل وفلوسك برضو مش هتتظبط معاك وعايز تاخد فترة كبيرة للتقسيط ودفعات ربع سنوية، ممكن تدخل في مشروع ديارنا. دمياط الجديدة عليها طلب كبير جدا جدا للوحدات، سواء جنة أو سكن مصر أو ديارنا. دمياط الجديدة مدينة مطلوبة جدا جدا، برضو كويسة في الطرح ده. أنا بس حبيت أحط قدامك الحاجات اللي هي الناس هتبحث عنها، واللي أنت ممكن تاخد فيها إن شاء الله إفادة جميلة لو دخلت وربنا رزقك بواحدة منهم. طيب إزاي بقى هنتحاسب على الطرح ده؟ بكل بساطة صديقي، انت بتدفع جدية حجز لأي وحدة فيهم أيا كان نوعها، بتدفع جدية حجز 5000 دولار، وطبعا مع 50 اللي هي رسوم دراسة وتسجيل لا ترد. طيب بعد كده حضرتك هو فاتح لك بقى موعدين، الموعد الأولاني من يوم 30/8 لحد يوم 4/9، ده التسجيل ودفع جدية الحجز. هيفتحوا لك موعد تاني بقى يوم 20/9 لحد يوم 25/9. الخمس أيام دول بقى هتدخل فيهم تختار الوحدة اللي انت عايزها، وبناء عليها حضرتك هتختار بدايل السداد وترفع الاستمارة بعد ما يظهر معاك كل الداتا، وتحول المبلغ، والمبلغ يدخل حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وخلي بالك هنا احنا عندنا رقمين حساب، رقم حساب لجدية الحجز ورقم حساب لدفعة الاستكمال، يعني ده هيتحول على رقم حساب وده هيتحول على رقم حساب. وركز كويس جدا في التحويلات علشان ما تحولش غلط وفي الاخر ممكن
ممكن تخسر فلوس، لان حضرتك لو حجزت وحده وجيت ما حولتش الفلوس بتاعتك او ما وصلتش، هيحصل ايه؟ هيخصم عليك $500. ليه؟ لان الوحده بتاعتك هتتحجب ليك انت لحد الفلوس بتاعتك ما تسمع، فبالتالي كده انت عطلت غيرك، فيخصموا عليك مصروفات حوالي $500. فركز كويس جدا جدا في التحويلات. طب ايه هي البدايل بقى اللي انت هتختار منها اثناء ايام الحجز؟ البدايل يا صديقي، اول بديل انك تسدد ثمن الوحده كاش، وطبعا هتاخد خصم 7% من ثمنها. الفلوس دي هتتسدد امتى؟ انت دفعت جديه حجز، هتستكمل عليهم 50%، يعني هتوصل جديه الحجز اللي انت دفعتها ل 50% من اجمالي ثمن الوحده، زائد 1.5 مصروفات اداريه. وبعد كده ان شاء الله هتدفع ال 50% الثانيه لما تيجي تستلم الوحده بتاعتك، زائد 10% وديعه صيانه. وده البديل الاولاني، وبتختاره اثناء اختيارك وحجزك للوحده من يوم 20 ليوم 25/9. وبكده انت هتكون اتفقت انك هتدفع ثمن الشقه كاش وبخصم 7% وبدون اي فوائد بنكيه. اما البديل بقى رقم 2 اللي انت ممكن تسدد بيه ثمن الوحده ده وتختاره يوم الحجز، انك تستكمل برضو 50% على جديه الحجز، يعني توصل ال $5000 اللي انت دفعتها ل 50% من اجمالي ثمن الوحده. وهنا هتستفيد بخصم 5% من توتال سعر الوحده، هيتبقى عليك 50%، هيبقى معاك فرصه انك تسددها على مدار سنة بدون أي فوائد على دفعات ربع سنوية، والقسط الأولاني بعد 3 شهور من استلامك للشقة بتاعتك. وطبعا هتزود عند الاستلام 10% وديعة صيانة. وندخل بقى على البديل الثالث اللي انت ممكن تختاره عشان تسدد ثمن الشقة في مبادرة بيتك في مصر يوم الحجز 20/9. ممكن تختار انك تسدد على 3 سنين. والكلام ده هيحصل ازاي؟ انك تعمل استكمال فوق جدية الحجز $5000 وتوصلها ل 30% من إجمالي ثمن الوحدة. وهنا هتستفيد بخصم من توتال سعر الوحدة 3%، وال70% الباقية هتقسطهم على 3 سنين، بس هنا بالفوائد البنكية بنظام دفعات ربع سنوية، يعني السنة فيها 4 دفعات. واول قسط هيبقى مطلوب منك بعد 3 شهور من استلامك لوحده. وطبعا عند الاستلام هتزود 10% وديعه صيانه. وطبعا وديعه الصيانه بتكون 9% اللي هي الاساسيه، 1% عن اول سنه لحد ما الفلوس تتحط في البنك ويطلع العائد بتاعها ويبداوا يصرفوا منه على المشروع. اما البديل الاخير اللي انت ممكن تختاره عشان تسدد بيه ثمن شقه في مبادره بيتك في مصر، انك تقسط على 5 سنين او 7 سنين او حتى 10 سنين. بس هنا بقى الموضوع هيختلف شويه، هل هتحجز شقة تسليم فوري ولا هتحجز شقة في ديارنا تسليم خلال 2 سنين؟ خلينا في شوية تسليم فوري زي المتعارف عليه في الداخل مع بنك بتعمله اسكان. هتستكمل فوق جدية الحجز بتاعتك توصلها 15% من اجمالي ثمن الوحدة، وعند الاستلام تدفع دفعة 10% اللي هي دفعة استلام مع وديعة الصيانة، وهيتبقى عليك 75% من اجمالي ثمن الوحدة هتقسطهم على 5 سنين او 7 سنين او حتى 10 سنين بالفوائد البنكية بنظام الدفعات ربع سنوية. واول قسط بعد 3 شهور من استلامك للوحده. بس طبعا انت مرتبط بالتاريخ اللي هم يحددوا الاستلام، مش بالمزاج، يعني انت مش هتاخر وتيجي تقول ادفع بعد كده، ده الميعاد اللي هم يحددوه بعدها على طول هيعد عليك القسط، فلازم تستلم. اما شقق ديارنا بقى البديل الرابع فيها لازم تسدد 50% لحد ما تيجي تستلم الوحده. ازاي الكلام ده؟ هتدفع دفعات ربع سنويه $1500 كل 3 شهور دفعه، وهتدفع دفعه سنويه $2000، وحد اقصى للسداد بالطريقه دي 3 سنين. بس اهم حاجه تكون وصلت ل 50% من اجمالي ثمن الوحده، وال50% الباقيه هي اللي هتقسطها بقى على 5 سنين او 7 سنين بفوائد البنك المركزي. طب نيجي بقى لاهم نقطه واللي شغله ناس كتيره جدا، الفوائد البنكيه هتتحسب ازاي؟ بص، هو سعر الوحدات دي بسعر الجنيه المصري، وانت هتسدد بسعر الجنيه المصري عادي جدا، سواء المقدمه بتاعتك او الاقساط بتاعتك بعد كده. بس هتسددهم بما يعادله بالدولار، يعني مش هتسدده بالمصري، فهو يحسب لك الحسبه بتاعتك كلها بالجنيه المصري حتى الفوائد. طيب الفوائد هتتحسب ازاي؟ حسب البنك المركزي. انت عندك قسط وليكن مثلا في 2027، الفايده في البنك المركزي هتكون كام ساعتها؟ حاليا في تخفيض حصل على الفايده، وصل مثلا الاقراض 23%. لو هي 23% وقت استحقاق القسط بتاعك، هتتحاسب على اساس سعر الفايده في الوقت ده، فبالتالي
وبالتالي الاقساط بتاعتك هيتحمل عليها الفوائد وقت الاستحقاق، يعني وقت السداد. طبعا الفايده في البنك بتكون متناقصه، يعني 23% ممكن تلاقي المعدل الثابت بتاعها لو انت عايز تحسبها تقريبا حوالي 14 او 15 او حتى 13%. فان شاء الله تعالى انا هحاول اعمل لكم حسبه استرشاديه تقريبيه، وازاي الفوائد وازاي الدفعات الربع سنويه بمحمله بالفوائد والكلام ده كله. بس فعلا الوقت ضيق جدا جدا، فحاولت الم كراسه الشروط قدامك في الحلقه دي، وان شاء الله انتظر مني بقدر المستطاع اعمل لكم حلقه تفصيليه فيها شيت حسابي بكل بساطه، وتقدر وقتها باذن الله لو عملناه وربنا اكرمنا ومن علينا بفضله ان احنا نقدر نعمل الشيت ده، تقدر تطلبه مننا وفريق العمل يدولك وتحسب لنفسك اي شقه عشان ترتب امورك كويس جدا جدا. بس نصيحتي فعلا خد قرار كويس جدا وادرس الموضوع، لان الموضوع مش وردي ومش زي ما انت متخيل هتدفع فلوس وهتروح تاخد شقه. الموضوع فعلا عليه طلب وضغط كبير جدا، وفي ناس فاهمه كويس جدا جدا ومركزه مع الطروحات دي وبتعرف تنافس عليها كويس جدا جدا، وبيكون لها الحظ الاوفر للاسف الشديد في الحصول على شقه. فركز عشان عدد الوحدات قليل والله، واتمنى لكم كل التوفيق. بس انا بحب اعيشك في الواقع لا اكثر ولا اقل. اتمنى اكون قدمت لكم اي افاده والله بخصوص الطرح ده، وتابعوا معايا باستمرار، واقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.